هلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون تمام الصحة يا رب. جيت اليوم وياكم مشاركة جديدة. طبعا بداية هاي المشاركة حسب طلب بنتي رقاوي. طبعا هاي أول ما بلشت الفيديو الساعة 12 بالليل بلشت تحضر اللاشن بوكس مالتها والشغلات اللي تريد تاخذها وياها للمدرسة. فقالت لي أجي تصوري لي ماما وتنزلين بقناتك. فما فشلتها وصورت لها هاي المشاركة البسيطة. وهمينة سويت غدا وسويت عشاء ثواب الحماية. شاركتكم كل شي مقتطفات بسيطة، وإن شاء الله هذا الفيديو ينال إعجابكم. واللي أتمنى منكم ما تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة. طبعا ما رادت تبقى مكان فارغ، خلت هاي هنا القوجاية قاعد حتى كل شي يصير ممتلئ باللاشن بوكس. كملته وجهزته وترست مطاريتها ومطارية عبودي. وهاي هنا نقولكم صباح الخير. هاي ثاني يوم الساعة 7 الصبح. خلت اللاشن بوكس بالجنطة والمطارة وجهزت كل شي وراحت تروح للمدرسة حبيبتي. وقالت لي شوفي متابعينك اللوك مالتي لليوم. هاي بنتي رقاوي الحلوة. وهنا أنا راح تروح بأمان الله، وإن شاء الله باي باي تقولي حبيبتي. وهنا رجعت رقاوي الساعة 12 الظهر. طبعا كل ما تاخذ لاشن بوكس وياها ترجعه بالفاكهة أو الأكل. فقلت لها تعالي شوفيني شوفيني أكلاتك أكلتين لو لا. هاي هنا أنا سويت يابسة مع التمن أبو الشعرية أو الفاصوليا. أنا ما شاركتكم إياها لأن من يعني سبقا نزلت لكم بالقناة، وراح أسوي إياه سمك هذا الزغار. شوفتني إياه وطلع ماكلة كل أكلاتها حبايبي. طبعا أنا أدري كلش أدري إنه مقصرة وياكم وما قاعدة أنزلكم ولا أدا أستمر وياكم بمشاركاتي. لكن دائما أنتم بالقلب، والله والله أشتاق لكم. بس أكو فد بعض أمور أو ظروف يعني تجبرني ما أنزل لكم. وأتمنى إن شاء الله بعد ما انقطع وياكم. طبعا هاي الدجاجة هنا أني بعد ما تغدينا وكملنا جيت هنا للمطبخ راح أغسل مواعين الغدا. وهاي الدجاجة مقطعتها ومكملتها ومنقعتها بالملح. راح أسويها ثواب الحماية. هاي هنا طبخة مينة بعد مهوس يعني هوست الغدا. وهي غسلت كل شي، ما بقيت شي من يعني هوسة الغدا. وراح أبلش يعني هسه صار الدنيا بين العصر يعني تقريبا أسوي الثواب. آه طبعا هاي نانا خليت الدجاج دا يحمس وبصل وملح فوق اللحم، وخليت هنا قطع البوتيتا لأن عائلتي كلش يحبون البوتيتا على الدجاج. وهنا خليت التوابل المختصة بالتشريب الدجاج العفو والماجي والليمون بصرة والقرنفل أيضا كلش مهم لتشريبة الدجاج، تقتل كل الزفارة. هاي أنا كملت الخضرة ودا أغسلها. حبايبي لا تنسوني باللايك والاشتراك، وإذا أول مرة تشوفون قناتي إن شاء الله ما تكون آخر مرة، وتفعلون زر التنبيهات على الكل كي يوصلكم كل شي جديد. أنا راح أسوي زلطة ناعمة. آه هنا الخضرة مكملتها وجهزتها. يحجولي حبايبي. هاي أنا راح أسوي كاستر. شنو وضعكم ويا المدارس؟ تعودتوا لو بعدكم؟ والله أني بالنسبة لي لحد الآن مو ذاك التعويد القوي. يعني نقعد الصبح بعدنا متعودين، بالليل يعني همنا نظل قاعدين بعدنا على روتين العطلة. ف تقعد يعني رقاوي أو عبودي، يعني عبودي ظهري بس رقاوي تقعد شوية نعسانة وكسولة. انتم شنو بناتكم أولادكم الله يحفظهم تعودوا على المدارس؟ هاي ناس ساعدتني رقاوي وخلت لي الزلطة الناعمة بالكاسات يعني مواعين التقديم.
سهمكم ألف مليون عافية حبايبي. هاي هنا أني كملت الكاستر وضفت عليه فانيلا حتى تنطي نكهة طيبة يعني توخر طعم النشا، وخليت عليه زبد أيضا وصار قوامه كريمي ويتجنن، وخليته بمواعين التقديم حتى يبرد. طبعا أنا الثواب شنو سويته، يعني وزعته، يعني اكو يعني يمنا عالم هواي فقرة وهذي، فوزعته ما خليت يعني بس إنه بالبيت لا، وزعته الحمد لله والشكر. وبعد ما عشيت يعني عائلتي، أنا يلا تعشيت وحدي، سويت تمنة أبو شعرية والتشريبة تجنن صارت، ثواب واصل إن شاء الله. هاي بعد ما كملت عائلتي ووزعت كم صينية، قعدت هنا راح أتعشى أني. وبعد ما كملت عشاية راح أغسل مواعين العشاء وأكف المطبخ. وإن شاء الله هاي المشاركة البسيطة عجبتكم حبايبي، وهيج هاي آخر خطوة بالفيديو، وراح أنهي فيديو اليوم وياكم. وانتظروني فيديوهات ومشاركات جديدة. سهمنا وسهمكم ألف مليون عافية حبايبي، وكلش كلش أحبكم، وربي يحفظكم ويخليكم إلي. في أمان الله.